هل تعلم من هي لاعبة المنتخب النيجيري التي عبرت عن حبها للرجاء الرياضي بارتداء قميصه؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث نأخذكم اليوم في رحلة مع واحدة من ألمع نجمات كرة القدم النسوية في إفريقيا والعالم. إنها النجمة النيجيرية أسيسات لامينا أوشوالا، المهاجمة القوية والملهمة لجيل كامل من اللاعبات في القارة السمراء. ولدت أسيسات في 9 أكتوبر سنة 1994 بمدينة إيكورودو في ولاية لاغوس النيجيرية. منذ بدايتها أظهرت قدرات بدنية ومهارية لافتة، ولفتت الأنظار بسرعتها الكبيرة وتحركاتها الذكية داخل منطقة الجزاء. بدأت مسيرتها الاحترافية في نادي ريفرز أنجلز النيجيري، قبل أن تخطو أولى خطواتها في أوروبا سنة 2015 عندما وقعت عقدا مع نادي ليفربول النسوي في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد موسم واحد انتقلت إلى أرسنال النسوي، وهناك توجت بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات. ثم واصلت تجربتها الاحترافية في آسيا، وتحديدا في الصين، حيث لعبت لنادي داليان كوانغيان وتألقت بشكل لافت، محرزة لقب هدافة الدوري الصيني سنة 2017. لكن التحول الأكبر في مسيرتها جاء سنة 2019 عندما انضمت إلى نادي برشلونة النسوي في إسبانيا. هناك صنعت التاريخ، ساهمت في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات موسم 2020-2021، لتصبح أول لاعبة إفريقية تحقق هذا الإنجاز. كما ساعدت برشلونة على الفوز بعدة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا، وحققت شهرة واسعة بأهدافها الحاسمة وأدائها القوي. وفي سنة 2024 انتقلت إلى الدوري الأمريكي للمحترفات عبر بوابة نادي باي اف سي، لتواصل نشر موهبتها في واحدة من أقوى بطولات العالم. مع منتخب نيجيريا كانت أسيسات نجمة لامعة أيضا، شاركت في 3 نسخ من كأس العالم للسيدات، وسجلت في كل منها لتصبح أول لاعبة إفريقية تفعل ذلك. كما ساهمت في فوز نيجيريا ب3 ألقاب في كأس الأمم الإفريقية للسيدات أعوام 2014، 2016 و2018. أما على المستوى الفردي فقد توجت بلقب أفضل لاعبة في إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 مرات، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي لاعبة أخرى في تاريخ القارة. تعد أسيسات أوشوالا اليوم رمزا من رموز كرة القدم النسوية، ليس فقط في نيجيريا بل في العالم بأسره. نموذج للإصرار والاحتراف، ومصدر إلهام لكل فتاة تحلم بأن تصبح نجمة فوق المستطيل الأخضر. حقا الرجاء فريق عالمي ومشهور كما يسميه جمهوره الكبير.